أهلا وسهلا بك بالعراق. كيف شاهدت أجواء العراق بشكل عام وأجواء البصرة؟ مرحبا بك وبكل مستمعيكم ومشاهديكم الكرام. طبعا البطولة الآن نتحدث عن بعد اليوم الأول، كانت الأجواء جيدة للغاية. سعداء جدا بهذا الحدث الذي يجمع الأشقاء الخليجيين بعد أكثر من 40 عام في العراق وبالتحديد في البصرة. الآن يعني تابعنا كمية الفرح والسعادة الكبيرة اللي شفناها على وجوه الجماهير البارح في كافة شوارع البصرة، وأيضا حتى في المدينة الرياضية كانت أعداد كبيرة جدا لم تتمكن من الدخول، لكنها احتفلت خارج المدينة التعليمية، احتفلت بهذا الحدث الكبير اللي تستضيفه قطر. النجاح اللي شهدوا حفل الافتتاح أيضا إلى حد الآن يلقى الكثير من ردود الأفعال والإشادات من كافة وسائل الإعلام العربية، اللي أشادت وأثنت على الدور الكبير اللي قام به الاتحاد العراقي لكرة القدم من أجل إنجاح هذا الحدث بحضور كبار الشخصيات الرياضية، وعلى رأسهم السويسري جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. أستاذ، أنت شاهدت حفل افتتاح كأس العالم وشاهدت حفل افتتاح كأس الخليج، برأيك هل حفل افتتاح كأس الخليج يوازي حفل افتتاح كأس العالم؟ آه، لما نتحدث على الرسائل اللي قدمها الحفل الافتتاح في كأس الخليج، بصراحة كانت رسائل ملهمة وتاريخية. يعني أنا كان لي لقاء مع العديد من الشخصيات اللي أكدوا أنه منذ 1970 بداية بطولة خليجي، يعني في أول نسخة لأول مرة يكون حفل مبهر بهذا، يعني في هذا الشكل. يعني كان حفل فعلا تاريخي. لا يمكن أنه ما نقارنوش بطولة عالم ببطولة خليج على مستوى الرسائل اللي ممكن يوجهها، لكن العراق أثبت فعلا أنه بلد قادر على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية ولما العالمية والدولية. الآن البصرة ستعيد إن شاء الله بعد رفع الحظر على الملاعب العراقية، ستكون بوابة عودة كرة القدم الدولية والفعاليات والتظاهرات الكبرى إلى العراق من بوابة البصرة. وإن شاء الله سنشاهد المزيد من الأحداث المنظمة بإتقان كبير جدا وببراعة الأيادي القطرية العراقية عفوا. الأشقاء في قطر بما أنك عامل هناك، ما هو انطباعهم عن البطولة وكيف هي آرائهم بعد اليوم الأول وحفل الافتتاح وبشكل عام قبل البطولة؟ بالضبط، وانا كنت تحدثت مع بعض الزملاء اليوم على ردود الافعال زملائنا في قطر، سواء من مديري تحرير الصحف القطريه، كلهم اللي يعني اشادوا كثير بحفل الافتتاح اللي يعتبر بصراحه ديما نقول خرافي واسطوري. اللي شفناه هذا ما يتكررش دائما. شفنا يعني جهد كبير بذلته الجهات العراقيه، القيادات الرياضيه في العراق، من اجل انه يقام هذا الحفل بهذه البراعه وبهذه التفاصيل اللي رجعتنا للتاريخ وحضارة العراق الكبيرة اللي نحبوها، العراق اللي ترجع قوية وترجع يعني في الصدارة إن شاء الله.